السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوفوا آخر أخبار المنتخب المغربي وخصوصا اللاعبين المغاربة، اللاعب عمر الهلالي وإبراهيم دياز. وفي البداية غنبداو بوليد الركراكي. وأخيرا وليد الركراكي سيعقد ندوة صحفية يوم الجمعة 14 مارس بالمركب محمد السادس لكرة القدم على الساعة 11 صباحا، وذلك للإعلان عن لائحة المنتخب المغربي التي ستخوض تصفية كأس العالم 2026 واللي غتكون ضد النيجر وتنزانيا بملعب وجدة الشرفي. واللاعب إبراهيم دياز يجهز حملة إعلامية ضخمة في المغرب. سيكون هناك عدد من الإعلانات التلفزيونية والملصقات المنتشرة في كل أنحاء البلد، والذي رحب به بأذرع مفتوحة. يعني خونا كيوجد يدير إشهارات عملاقة مع شركات مغربية. دابا غنشوفوا اللاعب عمر الهلالي اللي دار حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو وجبد فيها المنتخب المغربي. عمر الهلالي كيقول أن حمل قميص المنتخب الوطني أمر عظيم بالنسبة لي. إذا تم استدعائي سأكون من أسعد الأشخاص في العالم. وأضاف من المؤكد أن اثنين من أفضل الأظهرة بالعالم يلعبان في مركزي، ويقصد أن حكيمي ومزراوي. وهو يبتسم ويقول بإمكانهم وضعي كمدافع ارتكاز أو كجناح أيضا. يعني خونا ما عندوش مشكل يلعب في المكان، المهم يدافع عن قميص المنتخب المغربي. وفي الأخير ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة لكي يصلكم جديد الكرة المغربية والعالمية. وشكرا.